قلت لك إنني لا أريد توسيخ السيارة. هذا ليس خطأي أنا، ليس هناك حامل أكواب. لا يوجد حامل كوب هنا. ولكن من قد يضع كوبه هناك؟ لا، عليك أن تضع كوبك هنا. لقد صمم هذه السيارة فاشل. عليك البحث قليلا قبل شراء أغراض كبيرة كالسيارة يا بوركي. ما هذا؟ ماذا؟ لما إشارة الوقود مضاءة؟ طلبت منك ملأها بالوقود. أنت لم تعطني إلا 40 دولارا. بالكاد اشتريت وجبة خفيفة وصحيفة وورقة لنصيب هذه. لا أدري لما ألعب. ربما علينا أن نعود أدراجنا. لا أعرف أين تقع محطة الوقود التالية. بوركي، نحن لن نعود أدراجنا. ليس لدينا وقت. لا يشير هذا الضوء إلى شيء. تستطيع القيادة ل500 كيلومتر مع هذا الضوء. هل أنت متأكد؟ أنا متأكد. كان عليك إعطائي أكثر من 40 دولار بوركي. حسنا، هيا بنا. إلى أين نحن ذاهبان؟ سنعود مشيا إلى محطة الوقود لإحضار وقود. أليس على أحدنا الانتظار في السيارة؟ لماذا؟ تبدو هذه بلدة خطيرة. سيرسم على سيارتك بسرعة كبيرة بوركي. ما الذي تتحدث عنه؟ إنها ليست بلدة سيئة، إننا في وسط الصحراء. أنت تعيش في الضواحي منذ وقت طويل يا بوركي. هيا، على أحدنا أن يبقى هنا من دون فعل أي شيء، بينما الآخر يمشي كيلومترات طويلة في درجة حرارة 43 وهو يحمل علبة ثقيلة. وبما أنك أنت قمت بالعمل الشاق وقدت السيارة بينما أنا أجلس إلى جانبك في مقعد الركاب وأهز برأسي، فمن المنطقي جدا إذن أن تقوم بإكمال عملك الشاق. تعلم، حتى لا تشعر بأنك استسلمت. حسنا. ربحت. غريب كما هو شعور مرض أكثر من الخسارة. أشعر بالملل. علي الخروج والقيام بشيء. مرحبا، هل تريد الخروج في نزهة؟ هيا، هذا مفيد لك. إنه تمرين ليمر الوقت بسرعة. كم سيتطلب وقتا كي يقطع 32 كيلومترا في وسط الصحراء؟ ولكن ماذا لو لم يعد؟ ماذا لو دهفته سيارة؟ يا للول، أوشكت بطاريتي على الانتهاء. إنها تكفي لإرسال رسالة لباغز. لحظة، علي أولا إرسال تصويتي لحلقة البارحة من برنامج لنرقص على الثلج. على الرحب والسعة ديمتري. أستطيع الآن الاتصال بباغز. يجب أن يكون اتصالا سريعا. أين هو الآن؟ أرأيت؟ أخبرتك بأن الأمر سيكون ممتعا. مرحبا، هذا باكس باني. لا أستطيع الإجابة الآن. الرجاء ترك اسمك الكامل ورقمك وسبب اتصالك وتاريخ ووقت مكالمتك، وسأعاود الاتصال بك. باغز، إنها حالة طارئة. أنا آسف باغز. مرحبا، أنا دافي داك ورقمي هو 5550123، وأنا أتصل بك لسببين اثنين. أولا، لا تنسى أن تصوت لديمتري في برنامج لنرقص على الثلج، لأنني سئمت من إعجاب اللجنة بقفزة يفجيني الدائرية الثلاثية. هذا كل ما يفعله. إنه مشهور من دون سبب. وماذا أيضا؟ أعتقد أن هناك سببا آخر مهما لاتصالي. لقد تذكرت، إننا عالقان في منتصف الصحراء. ذهب بوركي وعلى الأرجح هو رحل. تعال بسيارتك لإنقاذنا. إننا على طريق 247 عند حافة الطريق بالقرب من علامة طريق 118. الطريق السريع العلامة 118. أرجوك أسرع. صحيح، أنت تريد الوقت والتاريخ. إنها الساعة 2:39. انتهت البطارية. من يصمم هذه الهواتف؟ أغبياء. حسنا، أنت محق. هذا ليس ممتعا. لما أردت أخذ إجازة بمفردي. اتصل أحدهم. ربما في هذا الشيء لعبة أو ما شابه. لا! ماذا سأرتدي للزفاف الآن؟